السؤال الأزلي الأخصائيين كلهم بيسألوه وعايزين يعرفوه لما يجيلي حالة جديدة. المقابلة الأولى بتدور إزاي؟ إيه اللي المفروض أعمله مع ولي الأمر أو مع الحالة في أول مقابلة أيا كانت نوع الحالة؟ ده موضوع فيديو النهاردة. يلا نبتدي. الموضوع بسيط وسهل إذا كنت أنت شايفه بسيط وسهل. لو صعبته على نفسك هيبقى صعب جدا. المهم، المقابلة الأولى بنبتديها بشوية خطوات أو بشكل عام أي حاجة هنشتغل عليها هنقسمها لشوية خطوات. أول خطوة معانا بسميها الترحيب. يعني إيه؟ يعني ولي الأمر جاي لك هو والحالة لازم ترحب بيهم. الاستقبال الجيد، البشاشة في الوجه، الابتسامة، الجلوس أو السكون لولي الأمر. سواء الأب والأم جايين يبقى عندك مكان مجهز مرتب مناسب لاستقبال ولي الأمر أو استقبال الحالات. يعني يبقى عندك كرسيين أو أكثر، تحسبا إن في أكتر من 2 داخلين. ولو هم عندك كرسيين بس وكرسي طفل مثلا، يبقى أنت وأنت منبه على السكرتيرة بره ما تدخلكش غير 2 ولي الأمر الأب والأم. لو هم أكتر من كده يستحسن يفضلوا بره، يعني عشان محدش يخش ويفضل واقف، وده حاجة مش لطيفة خالص بالنسبة لك. يبقى الاثنين اولياء الامر الاب والام اولياء الامور هيبداوا يقعدوا، ولو في كرسي مخصص للطفل يبقى حاجه لطيفه جدا جنبهم. الابتسامه اللطيفه. تاني حاجه بقى تجهيز المكان. ما ينفعش تبقى قاعد بتقوم تدور في ترى القلم فين يا جماعه. القلم فين؟ ما ترن على السكرتيره كده ادور على القلم، لا غلط، ما ينفعش. لازم يكون ادواتك كامله جاهزه جنبك، يكون عندك حاجه بتكتب فيها، ويستحسن تكون حاجات جاهزة. الأسئلة فيها جاهزة، يعني يكون عندك فورم بيتملى، زي مثلا الفورم اللي بيبقى فيه دراسة الحالة مثلا. فهتكتب كل البيانات الخاصة بالعميل أو ولي الأمر اللي جاي لك. حلو، يبقى أنت مهم جدا يبقى عندك حاجتك وأدواتك جاهزة جنبك. ده بيدل عليك، بيدل التنظيم ده نفسه بيدل او بيدي انطباع جيد او غير جيد للولي الامر اللي جاي او الشخص اللي جاي. لو انت غير مرتب ومكانك غير مرتب والدنيا مش لطيفة، طبعا بيدي انطباع سيء جدا لولي الامر. يعني بيبقى الموضوع كده بايخ من اول مقابلة. تالت حاجة ودي مهمة جدا جدا، لازم يكون عندك مهارة او مهارتين مع بعض كده، بسميهم مهارة الملاحظة والتسجيل. لازم يكون عندك القدرة على الملاحظة البصرية والسمعية والانتباه والانصات الجيد. يعني انت شخص بيسمع كويس، بيلاحظ كويس، بيلاحظ حركات ايدي الاب والام، بيلاحظ حركات الطفل في المكان، بيلاحظ لبس، انا اسف، ولي الامر الاب والام بيلاحظ لبس الطفل، بيلاحظ النظافة الشخصية للطفل، بيلاحظ كل تفصيلة ممكن تتخيلها عند الطفل وعند ولي الأمر، لأن كل حاجة ليها دلالة طبعا. كمان مش بس كده، التسجيل، والمقصود هنا بالتسجيل الكتابة المقننة اللطيفة الظريفة اللي من خلالها تبدأ ترجع أو تسترجع المعلومات. يعني إيه يا جماعة؟ يعني أنت بتكتب حاجة تعرف توصل لها مرة تانية. لو أنت منظم كتابتك هتعرف توصل لها مرة تانية. فبالتالي التسجيل ده لوحده مهارة. كتابة المعلومات لوحدها مهارة. مش سهلة أصلا إنك تكتب معلومات بشكل منظم. يبقى أنت تتعلم مهارة الملاحظة والتسجيل. وأصلا كل اللي أنت بتعمله ده بيندرج تحت مهارة بيسموها مهارة المقابلة. مهارة المقابلة أكتر ناس يعني بيدرسوها هم خريجي خدمة اجتماعية، علم نفس، وآداب اجتماع. رابع حاجة معانا وهي دراسة الحالة. لازم يكون عندك دراسة حالة جاهزة، فورم جاهز بتبدأ تكتب منه البيانات الخاصة بالعميل أو بولي الأمر اللي جاي لك. ودراسة الحالة بتحتوي على حاجات كتيرة جدا. بتبتدي معانا بالبيانات الأولية أو البيرسونال داتا أو البيانات الشخصية بالعميل أو ولي الأمر أو الطفل اللي جاي لك. بمعنى اسم الطفل، عنوانه، العمر الزمني أو تاريخ الميلاد وبتطلع العمر الزمني، العنوان بالتفصيل، رقم التليفون او ارقام التواصل، الميل، الواتساب، كل اللي انت عايز تاخده بالتفصيل حاول تاخده. ده بالنسبة للبيانات الاولية. حتى عمر الام وعمر الاب والمؤهل بتاعهم والوظيفة وكل تفصيلة انت عايز تاخدها بيانات حاول تاخدها.
لازم يكون عندك فورم بتاخد منه البيانات، لان كل حاجة قلنا اللي ليها دلالة. وطبعا البيانات الاولانية دي بتساعدك، او الاولانية دي بتساعدك عشان لما تحب ترجع للطفل في اي لحظة وفي اي وقت يبقى عندك بياناتك كاملة في الملف او في الفايل بتاع الطفل، ما تبقاش تقعد تدور وتجري ورا حوالين نفسك. تاني حاجة في دراسة الحالة لازم تكون عندك هي التاريخ التطوري، او بمعنى تاريخ تطور الحالة او تاريخ تطور النمو الجسدي للطفل من الميلاد حتى وصولا الى المشكلة، او حتى وصولا الى الحالة اللي جالك فيها الطفل. كمان التاريخ المرضي، اذا كان الطفل بيعاني من اي امراض او اي مشاكل اخرى فتكتب التاريخ المرضي، المشاكل السلوكية اللي عند الطفل. كمان لازم يكون في جزء مفتوح للكلام المفتوح من عند ولي الامر، يعني ببساطة لازم تدي مساحة كافية لولي الامر يتكلم ويقول كل اللي نفسك فيه او كل اللي نفسه فيه، اسف. ببساطة اديله مساحة واكتب وراه بالتفصيل الممل، اكتب وراه كل كلمة نفسه يحققها من الطفل، ولكن ما تخليش سقف طموح ولي الامر يعلى قوي، اعلى منك انت او اعلى من امكانيات الطفل. خليك واقعي ونزل دايما ولي الامر الارض الواقع، ولكن بدون صدمات او بدون الجفاء. يعني خليك واقعي ولكن ما تبقاش انسان قاسي. خامس حاجة معانا ممكن نعملها في المقابلة الاولى هي الفحص المبدئي. احنا مش اطباء يا جماعة، ولكن احنا عندنا القدرة ان انت تلاحظ، زي ما قلت مهارة الملاحظة. تلاحظ يعني تبدأ تشوف الطفل، زي ما انا قلت كده في شوية حاجات بتشوفها في الطفل. اول حاجة بتشوف رابط اللسان، تبدأ تشوف رابط اللسان، وفي حلقة كاملة لفحص اعضاء النطق، حاولوا تشوفوها. ممكن ابعت لكم او شيل او احط لينك بتاعها يظهر دلوقتي على الفيديو. ولكن لازم تفحص اعضاء النطق كويس، تتاكد ان مفيش شفه ارنبيه، تتاكد ان مفيش فتحات في سقف الحنك، تتاكد من كل حاجه. تتاكد حتى ان الطفل مش مركب معين سمعي، انت كده كده بتاخد البيانات بتاعته اذا كان عنده مشاكل حسيه سواء في الحس البصري او في الحس السمعي، اذا كان مركب معين سمعي، اذا كان مركب قوقعه. كل التفصيله انت بتاخدها كده كده في دراسه الحاله، ولكن انت بتعمل فحص، تتاكد من جوده الاسنان، من تطابق الفكين، بتشوف اذا كان في تسوس او التهابات موجوده في الفم. بتشوف كل تفصيله ظاهريه بالنسبه لك تقدر تشوفها، شوفها. ما كنتش شخص قادر على ان تفحص الطفل ظاهريا، وجهه لأقرب طبيب تخاطب أو أقرب طبيب سمعيات أو أقرب طبيب أنف وأذن وحنجرة، واطلب منه ريبورت محترم ويبدأ يقول لك كل تفصيلة عن الطفل. إذا كان عندك شك في أي حاجة من اللي أنت فحصتها وجهها طبعا للطبيب المختص. سادس حاجة، إذا كان للطفل أي تقارير أو أي اختبارات أو أي تقييمات سابقة يستحسن تكون موجودة، ولو مش موجودة تطلبها عشان تشوفها، عشان تترفق ويبقى موجود منها نسخة للفايل بتاع الحالة او بتاع الطفل اللي داخل لك المركز. يعني لو عمل اختبار ذكاء سابق فلازم يكون عندك نسخة منه ولازم تشوفه ولازم تدرسه. لو عمل اختبار لغة لازم تشوفه ولازم تدرسه. لو كان بيروح في مركز لازم تشوف الجلسات السابقة وتشوف كان بياخد ايه عشان تكمل ما تم العمل عليه. احنا مش بنخترع العجل، ومش عيب انك تكمل على حد زميل ليك، العيب انك تكابر. فبالتالي حتى لو كان الطفل بياخد علاج يستحسن تبقى عارف العلاج اللي بياخده. لو الطفل عمل أشعة أو أي تقارير طبية يستحسن تكون عارفها وعارف الحالة نفسها آلت إلى إيه. إذا كان الطفل عنده مشاكل دماغية أو تقارير أو أشعة دماغية فلازم تبقى فاهمها وعارفها. إذا كان عنده مشاكل سمعية أو حسية فلازم تبقى فاهم. فبالتالي الريبورتس أو التقارير مهمة جدا تبقى عندك معرفة أو عندك نسخة منها وعارفها وحافظها وعينها في الفايل بتاع الطفل اللي عندك. اعتقد لو عملت تقريبا كل اللي انا قلته ده تقريبا انت بقى عندك فروض او فرضيات او احتمالية لتشخيص معين مبدئي، مش تشخيص مؤكد، لان انت مش بتشخص بشكل مؤكد او مش بتدي يعني فرضية صحيحة 100%، لان انت لسه ما عملتش دراسة كاملة للي انت اخدته من بيانات او معلومات. بس انت بقى عندك معلومة كافية للطفل تقريبا بقى عنده ايه. إذا كان عندك شك من حاجة معينة فلازم تأكدها من خلال التقييمات الرسمية. يعني لو عندك شك في نسبة الذكاء فلازم تحدد ميعاد معين عشان تعمل له اختبار ذكاء. لو كان عندك شك في القدرات مثلا أي مشاكل جسمانية في أي عضو أو في أي حاسة، فأنت محتاج تأكدها من خلال الفحص الطبي
بانك توجهه للطبيب المختص، سواء طبيب مخ واعصاب او طبيب انف واذن وحنجره او حتى طبيب تخاطب، مش عيب. المهم انك تتاكد من كل تفصيله موجوده معاك انت شفتها او درستها في المقابله الاولى. وبناء على دراسه الحاله والمقابله الاولى والتقييمات والتقارير والاختبارات اللي انت عملتها، تقدر تحط خطة مناسبة لعمر الطفل الزمني والقدرات العقلية والذكائية والإدراكية واللغوية اللي ظهرت معاك من خلال اللي انت عملته. هظهر معاك نقاط ضعف ونقاط قوة، وبناء عليه بتبدأ تحط برنامج يناسب كل اللي حصل أو كل اللي فات ده كله. بس ده كان بشكل سريع جدا جدا من دون الدخول في كل تفصيلة أكتر من اللازم. ازاي ممكن نعمل مقابلة أولية أو نعمل المقابلة الأولى مع ولي الأمر أو حتى مع الطفل. خلي بالك المقابلة الأولى اللي أنا ما قلتش، يعني ما دخلتش في تفاصيل قوي إن إحنا هل إحنا كده أهملنا الطفل. لا، إحنا ما أهملناهوش، بس أنا مش عايز أعمل شوك للطفل، مش عايز أخضه من أول جلسة وأمسكه تعالى واقعد قدامي هنا. يا دوب يكفي قوي الفحص، ويا ريت ويا حبذا كده لو انت هتعمل علاقه كده لطيفه من خلال المعزات اللي جنبك، البونبون اللطيف والالعاب اللي بتبقى حواليك او انت حاططها مجهزه عشان تبدا تعمل علاقه مع الطفل، عشان لو حبيت تفحص اعضاء النطق زي ما انا قلت سابقا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اعملوا لايك للفيديو ده وشيروه في كل حته، واستنوا فيديوهات جديدة. ولو عندكم أفكار لفيديوهات أو حاجات أنتوا نفسكم نشرحها، سيبوا تعليق بالحاجة اللي أنتوا نفسكم تعرفوها. كان معاكم أحمد جمال، سلام.